ازيكم فنانين، اخباركم عاملين ايه؟ معاكم مازن عجوز. في فيديو النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي ممكن نعمل الحاجات دي، الاعداد اللي هي الاكريليك اللي بتنور. تمام، الكلام ده بناء على طلب ابو كرم. تمام، فان شاء الله نتعلمها مع بعض. هي الموضوع بسيط جدا على فكرة، ممكن ما تلاقيلهوش شرح على اليوتيوب، بس هو الموضوع بسيط يعني، الموضوع مش مستاهل. وعرفك بس كام تريك كده اهو تقدر انك تستخدمهم وخلص الفيلم على كده. في البداية بتخش على المتصفح بتاعك وبتكتب انا مثلا عايز ادور على الشكل اللي هو بتاع الاقمار، فهكتب فريمون اي بي اس. تمام، ممكن تشوف انت بقى عاوز تكتب ايه، بتكتب الحاجه اللي انت عاوزها. ممكن تكتب برضو فريمون اس في جي، او لو في مثلا في مواقع معينه ان شاء الله بحط لكم اللينكات بتاعتها فيها الحاجات اللي هي الفري للاس في جي والحاجات دي كلها. تمام، فبننزل بقى وندور على الحاجه اللي احنا ممكن نلاقيها مناسبه. اعتقد ده مناسب، ممكن ده قريب من اللي احنا عاوزينه. نخش كده نحمل. تمام، ده كده شكل الملفات بعد ما حملتها وفكيت الضغط. تمام، باجي ضغط كليك يمين هنا، وبعد كده اوبن ويز، بختار كوريل درو. تمام، هنا بيقول لك انت عايز الكتابه اللي تكون فيها تبقى تكست ولا كيرفس. مش هتفرق معايا، كده كده هنشيلها خالص. بقول له اوكي، خليها تكست زي ما هي. هو بصوا علشان ال النقط كتيره فتقيل جدا. تمام، فانا هاخد مثلا منهم دي ونعمل كومبايل للملف او كومبايل للبتاع بحيث تبقى اخف معانا شويه بالطريقه دي. وبعد كده بعمل لها اوتلاين وبعمل نو فيل بالمنظر ده. تمام، كده كويس قوي. باجي دلوقتي بشوف دي الارتفاع بتاعها كام. يعني انا دلوقتي حاليا مثلا 500 اهو، ماشي، 500 مللي يعني 50. بس احنا طبعا هنصغر الكلام ده كله، مش هيفرق معانا. انا بس عشان ايه نشرح بطريقه مظبوطه. تمام، بعد كده بخليها هنا، بضغط على التي وبعد كده بضغط على الار. تمام، بحيث انها تتسنتر معايا او تبقى جايه على الحدود كده من هنا، تبقى جايه على الحدود من فوق. تمام، ماشي. احنا ممكن هنا نديها مثلا لون نديها لون اسود، والله مش هتفرق. نديها لون اسود بالطريقه دي، ماشي. وممكن بقى نكتب بقى اللي احنا عاوزينه، مثلا نكتب هنا تصميمات، ماشي. تمام، بالشكل ده كده اهو، اعمل لها ويلد مثلا هنا. تمام، وبعد كده ببدأ ان انا اصغر المقاس اللي انا عاوزه. انا فرضا عايز اخليها مثلا 25 سنتي، فخليها هنا 250 ملي بالطريقة دي. تمام، وبعد كده باجي تحت بشوف اعداد الاكريليك عندي كام. في اعداد بتبقى معمولة كده، بتبقى معمولة، وفي اعداد اكريليك بتبقى جاهزة. بس الاعداد الجاهزة في منها مقاسين، في منها اللي هو 8 سنتي، وفي منها السبعة سنتي، تقريبا 7 سنتي 8 سنتي. فاحنا ناخد بالقليلة، بحيث ركبت هنا ركبت هنا ركبت، يعني لما تكون صغيرة هتركب على الاتنين. والارتفاع بتاعها تقريبا كان 2 سنتي، فهخليه 20. تمام، وابدأ اللي انا انقلها كده تحت. تمام، ممكن اللي انا اسنترها بالشكل ده، وبعد كده ابدأ اطلع، او ممكن اطلع هنا بالشكل ده كده اهو، وبعد كده اعمل ويلد. تمام، دلوقتي هقدر ان انا اركبها في قاعدة الاكريليك بتاعي. بخلي اللون ده لون مختلف، مثلا بخليه هنا اللون ده. تمام، ده كده علشان يبقى قص، ماشي. واللي جوه طبعا بغير لونه، بلاش اللون الاسود عشان الاسود كنا شغالين بيه، ماشي. بيبقى سكان، فخليه كده اهو بالشكل ده. يبقى ده منظرها، ده معمول سكان وده معمول سكان برضو. وده المقصوص الاكريليك بتاعك، هو بيكون اكريليك 5 ملي. بعد كده ما بنفذش على الشكل ده، لا، انا اللي بعمله في الاخر باجي قالب التصميم. ليه بقلب التصميم؟ لان انا مش عاوز الجزء المصنفر يكون في الوش. لان لما بيكون المصنفر في الظهر واعطيك الجزء الناعم بيكون انضف اولا، ثانيا بيكون توزيع الاضاءه بيكون احسن بكتير. فدي تريك كده من ضمن التريكات اللي كنت عاوز اقولها. تمام، يبقى احنا كده ايه، اول شكل خلصناه يعتبر، مش محتاجينه. ممكن نعمل برضو الباقي بنفس الطريقه. تمام، ممكن نعملهم تمام بالطريقه دي كده. ادي الشكل التاني خلص، ماشي. الشروحات بتاعت الحاجات دي ليها طريقة تانية خالص. تمام، بس هو الملف ده موجود عموما مجاني، موجود على 3 اكسس، وموجود على مواقع كتيرة يعني. فمش مستاهل نضيع وقت في حاجة بالفعل موجودة.
تمام. طب بالنسبه بقى للحاجات اللي زي كده، انا السنابل القمح والحاجات دي انا كنت حاطها في لينك قبل كده، هتلاقيها في ملفات النتيجه، بس برضه هسيب لكم لينك ليها في الوصف بتاع الفيديو ده. تمام. وبفتح الفايل بتاعي، فيه اشكال كتيره، في فايلات كتيره وفي اشكال كتيره منها، بس عادي انا اخترت ده وخلاص. مثلا باخد الشكل ده، احنا مش شرط برضه ان نشفها بالظبط يعني، نضيف برضه ايه لمسه كده مختلفه شويه. ماشي. بالنسبه لدي بضغط عليها كليك يمين، بعد كده بعمل لها كويك تريس. تمام بالشكل ده. وباجي هنا انجروب، بعد كده بعمل كومباين هنا، وبقدر ان انا انقلها في النص بالطريقه دي. بخليها مثلا توب، وبخليها في السنتر بالشكل ده. تمام كويس جدا. نيجي بقى دلوقتي عايزين نعمل الاطار الخارجي. يعني لو ركزنا هنا هنلاقي فيه اطار كده حوالين القمح ده، نعمله ازاي؟ بنيجي هنا، طبعا احنا عاملين الشكل ده كومباين، فبنيجي هنا على اليمين، وبعدين بختار اداة اسمها كونتور، وببدأ اللي انا اشد كده. تمام. سنة سنة براحتي خالص بالشكل ده. تمام بالطريقة دي كده. ماشي. ممكن نغير اللون الخارجي. ماشي. الاول بس قبل ما نعمل اي حاجة، انا هنا بختار الكونتور تاني، وبعد كده بختار من فوق هنا اخليها راوند كورنرز. ليه راوند كورنرز؟ عشان ما تعورش، ما تبقى الاطراف، لو خدنا بالنا هنلاقي الاطراف بقت يعني الاول كانت كده حاده، بخليها دائريه. تمام كده علشان ما تعورش اي حد جاي جنبيها او اي حد يلمسها. تمام. بعد كده بضغط على كنترول كي بالطريقه دي، واجي محدد الشكل كله اوتلاين، وبخليه نو فيل. دلوقتي احنا عايزين نقفل الجزء اللي فوق، فبجيب مثلا دايره بالشكل ده. تمام. وبعد كده باجي جايب محدد الدايره ومحدد الاطار الخارجي بتاع السنابل القمح، وبعد كده بضغط على حرف الدبليو او بضغط على كلمه ويلد، انا بس عامل اختصار ليها. تمام. بلاحظ ان في جزء هنا معمول برضو، انا مش عاوز الجزء ده، فبعمل بريك كيرف بارت، وباجي شايل الجزئيه دي. تمام كده انا دلوقتي عندي سنابل القمح دي اتلمت في بعضيها وبقت تبع لي، يعني كده بقى كل الشكل ده كله واحد زي ما احنا مش شايفين كده. باجي هنا مختار اللون ده وبغيره، بخليه اوتلاين عشان ده يبقى قص، وباجي مختار الحاجات اللي جوه بعمل لها فيل، او مثلا نعمل لها فيل باللون الازرق، اي لون يعني مش هتفرق. تمام عشان بس يبان الاسكان. تمام بالشكل ده. طب احنا لو لاحظنا هنلاقي برضو هنا في مكتوب الاسم تحت، يعني هنا بيبقى مكتوب مثلا الصيدلي فلان الفلاني، فبنيجي عاملين مربع بسيط كده، مثلا نبدأ من اول هنا لحد هنا. ماشي. وبعد كده باجي هنا وهنا وبضغط على ويلد بالطريقة دي. ممكن عايزين نكبرها سنة، ماشي. عايزين ما نكبرهاش خلاص، نكتب هنا بقى تصميمات. ماشي يا عم، يكتب مازن العجوز وخلاص، اي حاجة كله شغال. تمام. طب انا بالمرة بقى حبيت مثلا اللي انا اعمل كونتور برضو، او حبيت اللي انا اديها شكل كده جمالي تاني، ممكن نعمل ايه؟ بعمل ويلد طبعا لكلمة مازن العجوز دي او ايا كان الاسم، وبسنترها، وباجي هنا، وبعد كده باجي على كونتور، وباجي عامل كونتور للاسم بتاعي بالطريقة دي. تمام. وبعد كده بعمل كنترول كي واتاكد طبعا ان هو راوند، كنترول كي، وباجي واخد الكونتور بتاعي وواخد الاطار الخارجي ده. تمام. وبعمل ويلد ليهم، هتبقى بالشكل ده، فبقدر برضو اللي انا اديها تبقى عندي بالشكل الجميل ده، شكلها تحفة طبعا. تمام. وباجي برضو تحت هنا وعامل ال8 سنتي بتاعتي، او زي ما قلت قبل كده انها ممكن تكون اقل من 8 سنتي، ممكن تكون 7 سنتي. ماشي. وبخليها هنا بالشكل ده كده اهو، هطلعها لفوق شوية واسنتر الكلام ده كله في بعضيه. وبكده بقت عندي قاعدة الاكريليك دي جاهزة. يبقى احنا كده عملنا الشكل ده، اعذروني. ماشي. بعد كده باجي حطيتهم في جروب كلهم، وكده خلصنا الشكل. ماشي. يبقى احنا كده عندنا الشكل ده اتعمل، والشكل ده اتعمل، الشكل ده اتعمل، الحاجات كلها، الطريقه كلها بنفس البساطه. الموضوع بسيط بسيط بسيط، يعني انت كل اللي عليك تعمله انك بتعمل الشكل اللي انت عاوزه بتقفله.
تمام. وبعد كده وبعد ما بتخلص بتيجي قالب التصميم. يعني انا خلاص كده دلوقتي عامل سكان، بقلب التصميم فبيديني شكل اجمل وبيديني شكل اظرف بكتير. بس كده ده كان شرح النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم مازن عجوز. لو عجبك الفيديو ما تنساش انك تشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وتدعي لي دعوه حلوه كده ربنا يوفقنا في اللي جاي. وبس كده ده اللي كان عندي النهارده، والسلام عليكم.